السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هندمس مع بعض بقى شوية فول، يعني كده عظمة عظمة عظمة. بس هندمسهم مع بعض بطريقة مختلفة شوية، هيخلي الفول ده طالع معانا زبدة. بصوا كده، ايوه زي ما انت شايفة. شايفين الطوبتين اللي بنستخدمهم في البنا دول؟ هم دول اللي هندمس عليهم الفول. بس تابعي معايا الفيديو وانت هتعرفي دمسنا الفول عليهم ازاي، وطلع في منتهى الجمال. جبت نص كيلو من الفول التدميس من عند العلاف، وطبعا انا بشتريه فول من الابيض الفاتح ده. شايفين؟ لازم يكون الفول بتاع التدميس الفول البلدي الفاتح. شايفين انا بدوس عليها كده لان ماما الله يرحمها كانت زمان تقولي اول ما تدوسي على الفولة كده وتعمل صوت تكة كده صغيرة، اعرفي ان الفول ده فول بلدي وهيستوي معاكي بسرعة جدا. لحد دلوقتي كل ما بروح اشتري الفول بعمل الحركة دي. ما كنتش الاول مصدقة بصراحة، بس انا هنا نقيت الفول وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين. هغسله بقى غسلة تمام محترمة كده، هشيل منه بقى كل الشوايب وكل الحاجات اللي موجودة فيه اللي مش لطيفة دي. زي ما انتوا شايفين بتخلص من كل حاجة. بس انا هنا خلصت بقى الغسيل بتاعه. هجيب بقى شوية مية كده وانقعه شوية في المية. انا هنا كنت بعمل نقعته من بالليل وحطيته على النار بقى الصبح تاني يوم، يعني تقريبا 12 ساعة. شايفين بقى بعد ما نقعته تاني يوم الصبح؟ بص شكل الفولة نفخت نفخت ونفشت ازاي. كل المكونات اللي انا هستخدمها مع الفول ده هو معلقتين من العدس ومعلقتين كمان من الفول المدشوش، بس كده. لا هحط بقى جزر ولا هحط ليمون ولا طماطم ولا اي من الاضافات دي. انا عايزة طعم الفول الاصلي هو اللي يطلع معايا. بس هصفي بقى الفول وهحطه في الدماسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، زي طريقة الفول العادية جدا اللي بنعملها. بس هنا التركية موجودة في التسوية. وطبعا الفول كل ما هتحطيه على نار هادية كده وبتوطي النار خالص عليه وبتسيبيه براحته، كل ما بيتدمس وبيديكي نتيجة في منتهى الجمال. هنا انا بحط العدس بقى خلاص. تمام كده. هحط بقى المكونات بتاعتي العدس والفول المدشوش. وادي بقى جه دور الطبتين. شايفين البوتاجاز والع ومش قلقانة خالص ان الدماسة مثلا تتلسع من تحت او حاجة. لا بالعكس، هي الفكرة هنا هتبقى زي طريقة التدميس في الحاجة الفخار. انا بقى حطيت الدماسة بتاعتي كده على النار وهحط مية مغلية. المية المغلية يا دوب هتغطي هتغطي لي الفول. وحاولي تحطي بزيادة حاجة بسيطة شوية عشان ما تضطريش ان انت تعري على الفول كل شوية فيسود منك. بس كده. انا هنا بقى جبت كسرولة كده صغيرة مليتها مية عشان المية دي طول ما الفول بيسخن من تحت المية كمان تسخن، ولو عاوز تزود مية ازود منها هي كمان. وكمان هتبقى قافلة على الفول كويس جدا ومغطياه كويس جدا. بصوا كده، ادي الدماسة محطوطة على الطوبتين وموطية النار برضو شوية، وهسيبه بقى براحته خالص يستوي. انا هنا خد مني حوالي 4 ساعات تقريبا وانا حاطاه على النار الهادية دي على على الطوبتين. بس بصوا النتيجة بقى، عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، كانت حاجة في منتهى الجمال. بصوا الفولة زي ما هي سليمة، ما اتهرتش في التسوية، وفي نفس الوقت كمان بقت مستوية جدا، عاملة زي الزبدة. بصوا، حاجة كده كانت عظمة عظمة عظمة.
وبص اللون بتاعه بدون اي اضافات. في ناس زي ما قلت لكم بتضيف جزر وبتضيف طماطم وبتضيف ليمون، وكل الاضافات دي انا ممكن ازودها بس بعد ما بسوي الفول، لان انا عايزه الطعم الاصلي للفول بدون اي اضافات. وده شكل الفول بتاعنا بعد ما طلع. انا هنا عايزه اوريكم شكله في الطبق، وكمان عايزه اوريكم التسويه بتاعته كانت عامله ازاي. بصوا لونه والله كان خطير جدا. بص التسويه بتاعته مستوي على الاخر. بصي كده، فعلا زبده. كان سخن جدا طبعا على ايدي، كل شويه يلسوعني. بس كنت عايزه اوريكم التسويه بتاعته، والله في منتهى الجمال. بس احنا هنا حطينا منه بقى في السحور بتاعنا واتسحرنا منه، وكمان استنيت شويه لحد ما هدي كده. لسه برضو بقول لكم التسويه بتاعته جميله. استنيت بقى اما هدي شويه كده وخلصنا، وبدأت ان انا الفول بقى الزياده هحطه في علب كده واحطه في الفريزر. انا هنا في كل علبة من دول بحط تلاتة من تلات كوبشات كده، يا دوب يعني بيقضوني الطبق عشان ما اطلعش زيادة ويتركن. بص اللون بتاعه والله جميل جدا. اللون ده يا دوب انا اخدته من العدس بس، وطبعا اللون بتاع الفول زي ما قلت. زي ما قلت لكم، انا بحط في كل علبة من دول حطيت تلاتة. تلاتة بس، يعني يا دوب يكفوني الطبق بتاعي. كمية بقى النص كيلو من الفول عملت لي حوالي 8 او 9 علب، انا مش فاكرة قوي، بس هي تقريبا كانت 8 علب من العلب الصغيرة دي. بقينا كل يوم نطلع العلبة ونستخدمها ونعمل بيها طبق الفول على طول. وريحت دماغي. بس كده بصوا شكل الفول جميل جدا بصراحة، وحاجة انت ضمناها وعاملاها في بيتك، وعارفة هي محطوط فيها ايه بالظبط، والفول متنقي ازاي ونضيف قد ايه. فانت بتبقي يعني بتقدمي حاجة لولادك في منتهى النظافة ومضمونة 100%. بصي بقى كمية الفول اللي انا عملتها. انا سبته طبعا مفتوح شوية علشان يتهوى كده، وبعدين هقفله بقى وهحطه في الفريزر على طول. بس طبعا هحطه في الفريزر بعد ما يهدى خالص ويبرد، لان انا ما ينفعش احطه في الفريزر وهو كده لسه. بس انا هنا هبدأ اقفل العلب بتاعتي خلاص. ولا اسهل من كده، ولا تشتريه بالغالي من بره، ومش ضامنة كمان نظافته. بالعكس، تعملي حاجة في البيت اوفر واضمن واحلى 100 الف مرة من بره. بس كده احنا خلصنا، دمسنا مع بعض الفول. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واشوفكم مع وصفات جديدة مع رنوشة. مع السلامة.